благодаря вашим достижениям, которые вы здесь продемонстрировали. السلام عليكم، معكم وليد هني. كنت مؤخرا ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. ستتعرفون أكثر على كيفاش دخلت في هذا المجال. دونك كي قالوا لي هكا حسيت بالفخر ستريس باسكو تلقى روحك بزاف يعني ناس تتكلم عليك، ولكن تتكلم عليك بطريقة إيجابية. ولو نتحدث عن الشعب الجزائري أيضا كيفاش قام بردة الفعل تاعو والمنشورات اللي داروها الكثير من الصفحات وين ولات كما نقولوا ترند. هذا الشيء راح يخليك تواصل في واش راك دير، ولما تسمع الناس تقول لك نفتخر بك ومنا، يعني هذا الشيء راح يقول باللي نقول في الذهن تاعي انه راني في المسار الصحيح، وان شاء الله نكمل في هذا المجال. او في البدايه ما كنتش نعرف هذا البرنامج، لكن تم اقتراحي من طرف بطل من بلغاريا، هو بطل عالمي. قال لهم بلي كاين واحد من الجزائر يقدر يشارك. دونك هما مدوا لي دعوه، كنت تحدثت مع منسقه من روسيا اللي لما تناقشت معها مديت لها الاختبارات والنتائج تاعي قبل هذا البرنامج، ومديت لها قليل من المسيره. لما شافتهم قالت لي يعني لما لا، يعني انت راك شاركت في الذاكره وشاركت ايضا في الحساب الذهني. دونك توصلنا الى ان ندمج ما بين مجال الذاكره والحساب الذهني. لذا كانت فكره جديده انك تدمج ما بيناتهم عن طريق اختبار وين نقوم بحساب الجذور التربيعيه والتكعيبيه التامه، ومن بعد نحاول اني نذكرهم بالترتيب. وين كان هذا التحدي كان عبارة عن تحدي صعيب بزاف. كان لازم له تحضير قبل البرنامج بشهر، ولكن بطريقة مكثفة، والحمد لله نجحت المهمة. خاصة يعني لحظة قلب الصورة، لأنه كما تعرفوا لما شاهدت الفيديو كان في صورة اللي يعني لازم تكون خارجة بشكل واضح، مما يدل على أنه نتائج راهي مرتبة بالشكل الصحيح. اذا ما خرجت الصوره واضحه معناها مش مرتبين. دونك حكمني ستريس كبير في هذيك المومون. قعدت ندعي في ربي نقول ان شاء الله غير تخرج مليحه، باسكو خلاص هنايا هذه هي اللحظه اللي راح الناس تفرح بها، وكما نقولوا راح دير سوكسي. من هذه اللحظه راح يجي السوكسي ولا لا بيرت. ويعني بعد قلت زعما كيما جات تجي، يعني حتى اذا صرات خساره وين ما رتبتهاش بشكل صحيح راح يكون مكتوب من عند ربي. يعني اي لاعب اللي الروسي اللي كان انبهر، الحمد لله نال انبهروا كثيرا. وايضا الحكام كان عندهم كما نقولوا اراء ايجابيه، وايضا قالوا لي انك قدمت حاجه جديده. دونك كي سمعت هذه الكلمات فرحتني وحفزتني. ايضا هذه اول مره نروح لروسيا، واول مره ايضا نروح وحدي. دونك كنت اعتبرتها كتحدي، باسكو كنت دائما نروح يا مع المدرب تاعي اللي هو خالي حكيم ولا اي عضو من العائله ولا من الفريق. حاولت اني نجيري ليس فقط ناحيه الحصه ولا كيفاش راح نقدمها، انما ايضا نحاول اني نرتب اموري من ناحيه يعني الطريقه اللي ناكل بها ولا. دونك كان تحدي جديد، والحمد لله جازت مليح. تعلمت كلمات برك هكذا، باغ اكزومبل يقولوا شكرا يقولوا سبايسيفا. كاين نيات اللي لا، كاين دا كاين كثير من هكذا كلمات اللي تعلمتهم. في الفندق وين كانت كاينه عامله نظافه، كنت نحاول اني نهضر معها بالانجليزيه، لكن هي ما فهمتنيش. اضطريت اني نديرها بالاشاره، قلت لها مشي دوكا، قلت لها هكا ومن بعد فهمت. ولكن ان شاء الله نحاول اني نتقنها مليح الروسيه، لما لا. يعني واحده من اللغات اللي نحتاجوها على اي حال، ربما اذا عاودت وليت لروسيا. قبل ما ندخل في الحصه كان حكمني شويه التراك والستريس اللي يجي طبيعي. يعني ما كاينش كيفاش تكون عندك تجربه ولا ما تكونش، لازم يجيك. لكن لازم تمد لروحك هذيك شويه تاع الثقه بالنفس، ولازم تحضر مليح، على خاطر كي يكونوا هذو العاملين راح تعطيك كما نقولوا حافز اكثر وقوه اكثر انك تقدم البرنامج كما يلزم. والحمد لله يعني اثناء الحصه كنت بتوفيق من الله ايضا قدرت
نجاوب بطريقة صحيحة ونقدم برنامج مليح. والحمد لله أنالت إعجاب الحكام والجمهور، لذا كان هذا هو الهدف والحمد لله يعني. أول واحد نعيط له هو الوالدة تاعي باسكو هي دايما تموتيفيني دايما شغل تعطيني ذيك الحافز باش كاين هي وكاين خالي ايضا حكيم، لانه دائما انا نقول محظوظ اللي عندي عائله هكذا تدعمني وتعرفني على هذه المجالات. لذا محظوظ ايضا انه كاين اصدقاء ايضا يدعموك يقولوا لك واصل واش راك دير، هذا راح يكون حافز اكثر باش تكمل في هذا المجال وتلحق الهدف اللي رانا حابين نلحقوا ليه. حبيت نقول لاي شخص ما يهمش انه يكون شاب ولا ما يهمش انه يكون كبير، اللي عنده يعني ربما شغف ولا انه يدخل في هذا المجالين، ولازم تعطي له القيمه المطلوبه كما اي مجال ايضا ولا كما اي رياضه، لازم له استمراريه ولازم له ايضا تدريب. من الاخطاء نتعلم، وان شاء الله نتمنى لكامل الشباب وكامل الناس ينجحوا في المجال تاعهم.